السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناتي بحييكم لكم مني مليون تحية، وكل اخواتي وحبايبي المشتركين عندي وبيشوفوني وبيتابعوني كده. كل سنة وانتم طيبين وعام سعيد عليكم ان شاء الله، في حب وامان وسلام كده يا رب، وسعادة وصحة وستر. إيه، يلا نصلي على النبي، كل من هو النبي صلى عليه وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الفيديو النهارده هنعمل كده حاجة حلوة وحادقة، يعني اكل سريع كده ينفع غدا عشاء بسرعة كده. او ممكن تعملي برضو ليلة راس السنة حاجة حلوة وحادقة، او تتعشي انت وولادك او حبايبك. هي في المية المغلية اللي انتوا شايفينها دي حطيت كوباية مكرونة او مكرونة سباكيتي بقى، اقلام اي مكرونة كسريها كده واعملي كوباية وحطها في المية المغلية لحد ما تتسلق قوي 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 وتتهري كده من السلق. بضربها بالهاند بلندر زي ما انتوا شايفين كده. طب هتقولي لي ما عنديش هاند بلندر، هقولك تستني اما تبرد يا حلوه وحطيها في الخلاط واضربيها. اضربيها خالص، اضربيها كده لحد ما تتهري وتبقى زي العصير كده. وبرده سيبيها تغلي كده على النار، وبعدين حطيت عليها ايه، كيلو حليب او كيلو حليب او لبن حليب، وبعدين كوبايه سكر. كفايه كوبايه سكر عشان ايه ما نكترش في السكر. تمام، وهنسيبها بقى ردود تتأثر كده وتغلي تغلي والسكر يدوب. وبعدين هعمل في المج اللي انتوا شايفينه هناك ده، حطيت 4 معالق نشا وزودت عليهم ميه، حليتها بالميه كده، وبعدين هقوم ايه لفه بيها العزيزيه او المكرونه باللبن بتاعتي. شايفين الشكل كده عماله تغلي معايا بقى، وهنزل برضو بالنشا وانا ايه بقلب كده عشان ما تكلكعش معايا، ولازم نبقى مقلبين النشا كويس. تمام، قولوا تمام. دي بقى العزيزيه او مكرونه باللبن، اكله دمياطي كده او حلوى دمياطي عندنا، مشهورين بها الضمايطه، وهي حاجه سهله وسريعه زي الرز بلبن كده. ممكن تعمليها كده حلوه كده في صينيه في اطباق، يعني حلوه للعيال. ولسه بقى هندخلها في الفرن، وتنفع برضو للضيوف، تنفع عندك كده ايه في مناسبة تبقى حلوة. ممكن تعمليها في صينية زي ما بقولك، وممكن تعمليها في اطباق او بولات، كل واحد ياخد بتاعته كده. الصينية دي بقى دهنها سمنة او زبدة، ونزلت بالخليط بتاعي بعد ايه ما النشا تقلته كده زي ما انتوا شايفين بتتقل معايا، واسيبها بقى لحد ما تبرد وتعمل وش معايا. يعني انا كده صبيتها، هحطها في التلاجة تبرد خالص عشان هدهن الوش بتاعها سمنة او زبدة عشان ادخلها الفرن. فالخطوة الجاية دي لازم تكون بردت تماما والوش يختم معايا. حطيتها بقى في التلاجة تبرد وهنشوف نعمل ايه. ده الحادق اللي انا هعمله. دي بصلايه كده كبيره او بصلتين صغيرين، حطيت عليهم معلقه سمنه وهايه هدبلهم كده. معايا صدر فرخه برضو مقطعاه صغير، يعني هعمل ايه زي شاورمه الفراخ كده، بس ايه مش هحط فلافل ومش هحط الحاجات دي لان ايه هحشي بيتزاي، او هحطها لوش البيتزا، فكده كده هيبقى معانا ايه الفلفل الالوان والحاجات دي، فمش هزود. عملتها بس بصل كده وحورتها وتبلتها وخلاص. يبقى البصلايه فيها معلقه سمنه، وبعدين نزلت بصدر الفرخه مقطعاه يعني شرايح رفيعه كده شاورما. وبعدين حطيت البهارات اللي هي بتاعه البطاطس دي بقى، فيها بصل بودر وتوم بودر وكزبره وبهارات فراخ وكركم وكاري وكزبره ناشفه وكل حاجه. وزودت بس شعره ملح وفلفل عليها وخلاص على كده. تمام، قولوا تمام. وبس كده. هي الفراخ مني مقطعاها صغيره، ما احتاجتش حتى ان انا احط لها بق ميه انها تستوي، كانت استوت. يعني انا هقطع حته الاقيها مستويه، هستكفي ايه باللف في البصل كده وخلاص على كده. دي شعرة زعتر، لان مش هحط في مش هعمل صلصه، يعني انا هحط كاتشب برضو. فحطيت الزعتر في الحشوه او مع الفراخ. ممكن نحطها مع العجينه، بس العجينه انا هعملها دلوقتي مش عجينه متماسكه، عجينه سايله كده، بحيث ان انت تعمليها تدخليها الفرن على طول تطلع يعني تحط حاجه البيتزا وتاكلي في ثانيه. كده كوبايه ميه، حطيت معلقتين خميره، وهحط برضو ايه معلقه سكر وشعره ملح، واستنى كده اما تتأثر، يعني اتاكد ان الخميره مش فاسده معايا زي ما انتم شايفين كده. هقوم نخلة عليها الدقيق ولفة الدقيق وخلاص. عجينة سايلة مش عجينة تقيلة، فمش هتاخد مني خميرة، يعني مش هستنى انها تخمر، مش هخمرها. انا قايدة الفرن هدخلها الفرن على طول تشمع معايا تخرج. هحط ايه حشوة البيتزا على الوش. حطيت كوباية مية، حطيت عليها معلقة الخميرة قول كبيرة، معلقة سكر، شعرة ملح، وايه الدقيق كوبايتين ونص. هناخد حوالي ده برضو معلقة صغيرة بودر وشعرة ملح كده. هكمل بقى الميه، هو كوبايتين ونص دقيق خدوا كوبايه ونص ميه. تمام. شوفي العجينه في الاخر هتبقى شكلها ايه، مش هتبقى متماسكه. حطيت ربع كوبايه زيت، ربع صغنن كده، عشان ايه تتلم معايا زي ما انتم شايفين كده. بصي تديكي معايا هتوصل لعجينه ناعمه، مش إيه تقيله، مش عجينه متماسكه، عجينه طريه خالص اهي.
وما تخافيش هتديكي نفس النتيجة بتاعه البيتزا العادية او البيتزا اللي هي العجينة اللي هي المتماسكة. ده عند الصاج بقى، ده ما شاء الله الصاج برضو كبير وهتعمل الصاج ده. ما تخافيش، اول ما هنحط الدقيق العجينة هتبقى ايه، رفيعة، بس هي هتعلى في الفرن، ما هي الخميرة هترفع معانا والبودر، واخدين بالكم. هنزل بقى بعد ما دهنت الصاج بتاعي ده، وده صاج الفرن او الميكروفيف بتاعي الصغير. حطيت العجينه السايله بتاعتي دي كلها، قلت لكم كوبايتين ونص دقيق عليهم كوبايه ونص ميه، والخميره والسكر والملح وحبه زيت ولا اي حاجه. عجينه مش مكلفه، بس هتديكي نتيجه حلوه، وهوريها لكم دلوقتي مرافعه وكل حاجه ويعني وقطنيه وحلوه، احلى من المتماسكه كمان اللي بتقعدي تعجني وتقعدي تخمري. ولا هنخمر ولا حاجه، انا هخلص كده احطها في الفرن، انا قايده الفرن. هدخلها الفرن على الصاجه تحت، على الصاجه، مش ايد الشوايه، ترفع بس معايا كده وتبقى ايه، قعدة بيتزا. وهطلعها ايه، احط الحشو. كان عندي برضو كنافة كده، طلعت حوالي نص كيلو، هحط عليه كوباية سمنة، وهعمل برضو ايه كنافة. بما اني قايدة الفرن بقى، قلت ايه، هنقيد الفرن طبعا، نحمر وش العزيزية هنعمل البيتزا. قلت اعمل ايه، صينية كنافة. حتى هعملها من غير حشوة خالص. حطيت السمنة على الكنافة، يعني هخلي السمنة كده فيها كلها، دي سمنة بلدي، وعندك زبدة ماشي كوباية على نص كيلو حلو. مش هضيف سمنة تاني، وهقوم حطاها في الصاج بتاعي، يعني كانت حلوة في الصاج. هعملها من غير حشو. طب انت عايزة تعمليها بحشو، اعملي طبقة واعمليها بايدك ده يعني، ملكيها كده، وبعدين حطي الحشوة بقى، حطي كريمة، حطي زبيب وجوز الهند وزداني براحتك. كده انا دهنت الصاج بتاعي اهوت سمنة برضو. هحط ايه، الكنافة. طبعا الكنافة مش محتاجة لان حط عليها سمنة. بصي ممكن بقى تعملي طبقتين، حطي طبقة تحت رفيع، وحطي الحشو، وبعدين طبقة فوقيها، وايه، ودككيها بايديك. وكل طبقة لازم تكبسيها زي ما بيقولوا، يعني تبقى ايه، متماسكة كده. طبعا عملتها بايدي وما استكفتش، قمت جايبة الهراسة بتاعة البطاطس، عملت بيها كمان، يعني عشان ابقى متأكدة ان هي متماسكة جدا، لانها كانت مفرزة، كنت في الفريزر مش صبحة، مش طرية. تمام. والسمنة ايه، كوباية السمنة على النص كيلو حلو. وزي ما بقولك، عايزة تحشيها احشيها، اعملي طبقة واحشي، حطي الحشو وبعدين الطبقة فوق، ولا اي حاجة، ودخليها الفرن هتبقى زي الفل. وايدي من تحت ومن فوق، وبتحمر وبتبقى جميلة. ساعات ما تلاقي الجناب اصفرت او احمرت، هي بتلاقيها بتسيب كده في الصاج او في الصينية، وبتبقى مستويه كده. كنت خلصت بقى الكنافه، دخلتها، يعني خرجت القاعده هي بتاعه البيتزا، دخلت الكنافه كده. كنت خرجت برضو ال العزيزيه من التلاجة بقى. شوفي بقى متماسكه. دهنت الوش بسمنه، معلقه سمنه بلدي كده كده، وحطيت ايه، رشه سكر، ودخلتها الفرن زي ما انتم شايفين كده تحت الشوايه بس. العزيزيه تحت الشوايه، الكنافه كانت على الصاجه، وقايده من فوق ومن تحت، قايده الشوايه والقاعده عشان تحمر من تحت ومن فوق كده الكنافه. وكان عندي العسل ساقط. كده خلصنا العزيزيه بقى وحمرنا وشها. طبعا العزيزيه بقى كانت تحت الشوايه بس، او المكرونه باللبن، عشان هحمر الوش واخرجه. الوش اللي حطيت عليه ايه، معلقه سمنه كده على الوش، وحطيت ايه، حبه سكر، دي العزيزيه. ودخلت الكنافه حمرتها، حطيتها على الصاج عشان من تحت ومن فوق. خرجت، سقيتها العسل او السيرب او الشراب زي ما تكون يعني. السيرب بتاع الكنافه كان عندي، فحط إيه، لو هتعمليه كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه وعصره ليمونه، يغلي كده غلوتين لحد ايه ما يبقى وسط كده، وتسقي بيه الكنافه. تمام، قولوا تمام. كده دخلنا بقى، جبت القاعده بتاعت البيتزا اللي انا عاملاها، طبعا ما خمرناش، دخلنا الفرن على طول. شايفين جمالها، عليت بقى، وهوريها لكم هنقطعها دلوقتي. حطيت جبنه موتزاريلا بقى، كانت عندي متماسكه كده، عملتها شرايح، حاطه من تحت ومن فوق. حطيت الحشوه بتاعتي الشاورما الفراخ، طبعا انا حاطه الزعتر على الشاورما زي ما انتم شايفين كده. وحطيت بقى ايه، الفلافل الالوان والطماطم، شايله البذر، لحم الطماطم بس. وبعدين حطيت ايه، جبنه موتزاريلا من فوق برده زي ما انتم شايفين كده. وبقيت حبه فلفل على الوش برده عشان يدوا شكل البيتزا كده. تمام. يبقى بيتزا على السريع كده بالعجينه السايله، مع حاجه حلوه زي كنافه، عزيزيه، اي حاجه، اتعشيتي، اتغديتي، عملتها في مناسبه، حاجه سهله وسريعه كده، مش هتقفي في المطبخ كتير. كده البيتزا برضو حطيتها يا دوبك، بس حمرنا الوش وخرجتها، لان القعده كانت مستويه. بوريكم ان الجبنه بتمط، بس مش هقطعها دلوقتي، لان كنت ايه، عاملاها عشان الناس هياكلوا معانا وكده، عشان كده مزوده في الحلويات. بس هوريكم ما قطعتها، حتى هغلفها شويه عشان ما تبردش بالفويل وكده، عشان ايه،
تتنها الجبنه تمط معانا. لازم البيتزا تتاكل سخن. كده الكنافه كنت قطعتها بقى زي يعني تقطيعة المحلات، والعزيزيه اهي شايفين جمالها. حاجه حلوه كده ممكن تعملها برضو في اطباق. البيتزا بقى هغلفها عشان تتنها سخنه، والجبنه ايه ما تجمدش معايا وتمط كده. وهوريكم دلوقتي اما اقطعها. والعزيزيه هوريها لكم الكنافه ان شاء الله. يعني الكنافه زي بتاعت بره، انا مش حاشياها. بص العزيزيه عامله، بس هي كانت لسه برضو ايه مش ما جمدتش، كانت عايزه تلاج. بس برضو بتتقطع خرط وحلو وطعمها جميل، هتعجبكم جربوها. دي الكنافه الساده هي تحفه برضو متماسكه، والعسل بتاعها كان حلو اهي. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، وما تبخلوش عليا بقى باللايك. بص جمال القعده بتاعت البيتزا، وعاليه اهي وخمرانه زي العجينه المتماسكه. اللي بيشوفني بقى لأول مرة يخش كده ويشترك في القناة ويشجعنا. وكل سنة وانتم طيبين، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.